عملت بنص كيلو دقيق النهاردة قراقيش زي بتاعة الفران واحلى. عملنا منها السادة وعملت اللي محشي سكر ومحشي زبيب، وليكي مطلق الحرية في الحشو. تعالي نشوف عملنا الحلويات دي ازاي. خليكي معايا وتعالي نشوف الطريقة. مكوناتها سهلة جدا وموجودة في كل بيت. وابتدى بقى الشتا يخش علينا، والواحد بيحب ياخد كده كوباية شاي بلبن اخر النهار كده ساعة المغربية مع قرقوشة او مع اي حاجة كده ياكلها. فقلنا نعمل كده شوية قراقيش مع بعض. هشتغل هنا على نص كيلو دقيق. نص كيلو دقيق هحط عليه ذرة ملح، وهحط عليه كمان معلقة كبيرة سمسم ونص معلقة كبيرة نشا. يبقى معلقة كبيرة سمسم ونص معلقة كبيرة نشا. هنا معايا نص معلقة كبيرة سكر ونص معلقة كبيرة خميرة. هحطهم على نص كوباية لبن يكون دافي كده دفى دمعة العين عشان اختبر الخميرة بتاعتي. لو انت عارفة الخميرة بتاعتك كويسة خلاص استغني عن الخطوة دي. وهسيبها تخمر شوية كده وغطيها. سيبها على جنب دلوقتي. كوباية سمنة مليانة زي كده وربع كوباية زيت. احنا لسه هنعاير الزيت. هنا السمنة انا مش عايزة سايحة ولا تبقى جامدة، عايزة هحط عليها كمان ربع زيت. طبعا برضو على المقادير كده. هبتدي بقى بس الكلام ده كله كده مع بعض. عايزة الدقيق يتشرب من الزيت والسمنة، اغلفه كله كده بالزيت والسمنة. كده بعد ما قلبت السمنة والزيت مع الدقيق وذرة الملح ومعلقة السمسم كبيرة ونص معلقة كبيرة نشا، قلبتهم كده وشربتهم ما بقاش في دقيق خالص. بصي العجينة بقت عاملة ازاي. انا لسه ما حطيتش الخميرة والسكر واللبن. هبتدي بقى احط اللبن واعجن بيها. بصي الخميرة اختمرت معايا ازاي، ابتدت تعمل كده فوم كده، يعني الخميرة بتاعتي كويسة جدا. هنزل بيها شوية بشوية واعجن. عايزة عجينة تبقى لينة طرية بس ما تكونش بتلزق. هعجن بقى كده فيها شوية. اذا كنت احتجت لبن تاني ولا لا هعجنها وارجع لكم. كده انا حطيت كوباية الا ربع لبن. حطيت نص اللي كان في الخميرة وكملت شوية تاني، رحت حط حوالي ربع كوباية تاني كده لبن. ابتديت بقى اعجن فيها كده حوالي 10 دقايق لغاية ما لقيت العجينة لمت معايا ولا بتلزق. هي طرية بس ما بتلزقش. لمها كده بالشكل ده اخمرها. بصي العجينة طرية ازاي. بصي دي احط عليها كيس نايل وفوطة واسيبها تتخمر وارجع لكم تاني. هنا بعد ما خمرت معايا وابتديت اشكل فيها، بس قلت اشكل قدامكم كده كام واحدة معاها كده في ايديا واحطها على جنب. تاني ادي واحدة كده. ده هيبقى حجم القرصة اللي انا عايزاه. هنحشي زبيب وهنحشيه سكر. لو عندك عجوة ممكن يتحشي عجوة. وهنعملها سادة. دي كده مثلا هنحط فيها السكر زي بتاعة الفرن كده. نحط السكر واقفل عليها زي السرة كده اهي. احطها بقى في الصينية. نعمل حساب انها لسه هتخمر واضغط عليها كده تديها بقى شكل الدايرة. ابتدي واعمل واحدة تانية بالزبيب ندورها كده بين ايدينا. بعدين نبططها بالصباع ده كده. ابتدي انزل بيها في النص كده بالراحة وادور اهي اهي. شايفة عاملة ازاي. هجيب بقى الزبيب. ممكن تحطي عجوة، ممكن تحطي تسيبيها سادة، نحط سكر زي ما احنا بنحط اهو. احطها بقى في الصينية وادوس عليها كده بايديا. خليها كلها سوا واحد عشان وهي ما تتحرقش معايا وهي بتستوي. ظبطها كده ظبط شكلها. ما تكبريش فيها قوي لان هي لسه هتخمر.
دورتها كده خلاص ما بين ايديا، تيجي بقى احطها هنا وادوس عليها كده بالراحه. دي كده الساده. شكل تاني برضو ان انا افرد العجينه كلها بالسمك اللي انا عايزاه، واجيب مثلا كوبايه او اي قطاعه او حاجه مدوره، وابتدي ايه عشان تطلع كلها مقاس واحد. طبعا هتبقى العجينه كلها مفروده قدامي، فهبتدي اعمل كده. بس انا قلت ايه اقول لكم لو محدش عارف يظبط ايديه بالطريقه دي. نبتدي بقى نشكل مع بعض. همسك حته عجينه كده وابرمها زي البقسماط، تيجي بقى نبططها السمك اللي انت عايزاه، بس ما تخليهاش تخينه قوي علشان لسه هتخمر، فما تبقاش شكلها وحش لما نعملها. هسوي بقى الجناب دي كده، بالشكل ده هنا يبقى متساوي برضو. تيجي بقى نقطع كده، بالشكل القرقوشه كده عامل ازاي كده. القراقيش بتاعتي بعد ما شكلناها بالشكل ده، دي معلقه سكر وعليها معلقه ميه، ممكن معلقه عسل وعليها معلقه ميه. ممكن لو حد ما عندوش مشكله مع البيض يحط صفار بيضه وحته فانيليا ويدوبها كده ويدهن بيها. وهبتدي ادهن بيهم الوش عشان لما احط عليهم السمسم يمسك فيها، وفي نفس الوقت هيديني لون حلو. حاجة بسيطة كده. هسيبها بقى تخمر تاني بعد التقطيع. يبقى انا بخمرها مرتين، مرة بعد ما عجننا ومرة بعد التقطيع. السمسم بيديله قيمة غذائية اعلى وفي نفس الوقت بيديله شكله حلو، مش هتفرقيه عن بتاع الفران واحلى كمان. عايزه اقولك انها طالعه ناعمه جدا. لو انت عايزاها ما تكونش ناعمه قوي ممكن تحط لها كوبايه واحده بس سمنه على زيت، وتلغي الربع الزياده. انا حاطه كوبايه سمنه وربع زيت، فطالعه بصي طالعه ناعمه ازاي. بصي السوا بتاعها واللون بتاعها عامله ازاي. انا سويتها ازاي، سويتها على نار عاليه، مسخنه الفرن قبلها ومدخلها على نار عاليه. هتاخد لون من تحت وتبتدي تحمر كده من الجناب، هولع لها الشوايه وانا واقفه. بصي ناعمه ازاي دايبه. جربيها ومش هتندمي. اللي هي كنا حاشينها زبيب، بصي كده مش مستحمله. بصي انا عشان اكسرها مش جميله ناعمه جدا. التشكيل ده بقى بتاعك انت، دوق طعمها كده بجد يا جماعه جميله، تستاهل التجربه. جربوها ومش هتندموا. وده الشكل النهائي للقراقيش بتاعتنا. يا رب تكون عجبتكم الطريقه. لو عجبتك ما تنسيش تحطي لايك وتعملي اشتراك في القناه وتفعلي زر الجرس، وتكتبي لي كومنت حلو منك تقولي لي ايه رايك فيه في الطريقه والوصفه. وانتظروا مني فيديو جديد ان شاء الله.